هو انا مش من حقي امنع حماتي من دخول بيتي؟ لا وتضربيها كمان. انا بكرهها، مش عايزه ادخلها لا بيتي. اضربيها، اضربيها، حط لها أنا... حبايه غله ايه اللي بتقوليه ده؟ حماتك ديت المفترض انها امك، المفترض انها هي اللي جابت لك الراجل اللي بيصرف عليكي ومقاويكي وبياكلك وبيشربك. يعني ايه، يعني ايه ما تخش بيتك؟ ده بيتها، بيتها وبيت ولادها وبيت، يعني انت بتتكلم ازاي؟ وجايه مشحونه قوي ايه اللي الطريقه اللي بتتكلم بيها دي؟ لا ده بيتي وبيت جوزي. بيتك وبين جوزك ده ده هي امه، هي اللي خلفته، هي اللي عملته. لولاها مكان، لولاها هي مكان يبقى راجل كده، لولاها مكان يبقى عندك راجل بيصرف عليك وبيجيب لك وبيوديك وبيعمل لك وعامل لك بيت وعامل لك شقه انت إيه يعني ازاي؟ لا خلي اضربوها، موتوها يا جماعه، موتوا الام دي، الام اللي شالت وربت وتعبت وسهرت دلوقتي خلاص بمجرد ان بقى عندها راجل وبقى عنده شقه وعنده بيت وعنده زوجه زي القمر زي حالاتك كده جايه بتمنعها من دخول الشقه. يا سلام لو كل واحد، يعني لو كل بيت ابتلى بواحده زي حالاتك كده البيوت هتهدم، البيوت والله ما يبقى فيها عمار. ارجوكي ارجعي لعقلك وارجعي لدينك. الام مش هتدخلوا الجنه الا برضاها، مش هتدخلوا الجنه انت وجوزك الا برضاها. خليها ترضى عن جوزك وهو يرضى عنك عشان تدخلوا الجنه كلكم، انما بطريقكم دي لا انتوا في الدنيا كسبانين ولا عند ربنا ربحانين.